السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كذا فكرة لفانوس رمضان من ورق الشيبسي. اتحداكم بعد مشاهدة الفيديو ده انكم هتقوموا تنفذوا فكرة منها، لانها كلها افكار سهلة وبسيطة وغير مكلفة. اول فكرة، جبت كيس الشيبسي وفتحته زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين قسمته لجزئين، وكل جزء طلع معايا قسمته لجزئين، وبعدين جبت عصاية الشيش ولفيت عليها ورق الشيبسي عشان اعمل عصيان من ورق الشيبسي. عشان اثبتها ما تتفكش معايا جبت شمعة وسلطت حرارة الشمعة عليها. بسلط حرارة الشمعة بس ما بخليش النار خالص تلمس الشيبسي عشان لونه يفضل معايا فاضي ما يتغيرش. عشان اعمل قاعدة الفانوس جبت غطا ايس كريم او غطا علبة سمنة حسب المقاس، حسب مقاس الفانوس اللي انا عايزة انفذه. غلفت الغطا بورق الشيبسي وحددت من بره 2 سنتي عشان اثبت عليه عصيان الشيبسي. بحط نقطة بس من الشمع عشان ورق الشيبسي ما بيستحملش الحرارة، بس طبعا هو بيبقى عصيان الشيبسي دي بتبقى جامدة جدا، انت مش هتحسي ان ده ورق شيبسي خالص، ولما يخلص خالص كمان تحسي ان اكنه فانوس معمول من الحديد مش ورق شيبسي خالص. جبت شريطة وبدأت ألفها زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا كده ما بلفش، ما بعملش دايرة، أنا بس عايزة أفرد عصاية الشيبسي، عايزة أفردها كده أعملها زي شريطة عشان أثبتها في المكان ده. أنا هنا هثبت حوالي 3 شرايط. دي أول شريطة، ودي الشريطة التانية، وهركب كمان شريطة تالتة. بس قبل ما هركب الشريطة التالتة هركب شريطة رابعة. الشريطة الرابعة أنا هثبت، هحدد بيها طول الفانوس اللي انا عايزاه. عشان احدد طول الفانوس اللي انا عايزاه بجيب غطا نفس الغطا اللي استعملته في القاعدة، بحطه طبعا عشان احدد بيه بس الطول اللي انا عايزاه. وطبعا بحط الشمع على العصيان نفسها مش على الغطا خالص، الغطا بس عشان احدد بيه الطول اللي انا عايزاه، وبعد كده بشيله انا خلاص كده مش عايزاه. عشان ادي الفانوس بقى شكله من فوق هبدأ اضغط بايدي كده على العصيان زي ما حضراتكم شايفين كده عشان تديني شكل الفانوس من فوق. جبت كمان غطا ازازة ولفيت عليه شريطة، حطيت شريطتين في بعض كده من العصيان اللي انا عملتهم بالشيبسي عشان اعمل دايرة مفتوحة. الدايرة المفتوحة عملتها ليه؟ عشان اثبتها في الفانوس من فوق عشان تديني بقى الشكل النهائي للفانوس. وطبعا في الفيديو ده استخدمت في التثبيت الشمع. الدايرة بحطها في الجزء ده وبثبتها كويس جدا بالشمع، وبعد ما الشمع اتأكد انه نشف بشيل كل الزيادات زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي هبتدي اثبت كذا عصاية في بعض، بدخلهم في بعض كده، وبعد كده بعمل دايرة مقفولة عشان اعمل بيها قبة الفانوس. لقيت هنا ان الدايرة لسه صغيرة، وصلت لها كمان شريطة و عشان تديني الدايرة اللي انا عايزاها بالحجم اللي انا عايزاه. ثبت طبعا في النص، حطيت شمعة في النص عشان اثبتها من النص، وكمان في نهاية الدايرة برضو قفلتها كويس بالشمع عشان ما تتفكش معايا. هبتدي بقى اضغط بايدي كده شوية بشوية عشان اطلع قبة الفانوس، وكل ما اطلع شوية لازم احط شمع بكمية كويسة عشان ما يتفكش معايا.
بحط شمع من جوه بس ما بحطش شمع من بره خالص. هفضل كده اطلع شوية بشوية وبعدين اثبتها بالشمع لغاية لما الدايرة كلها تخلص معايا. الفانوس ده طبعا ممكن يتعمل بحجم اكبر ويتركب له لمبة من فوق ويتعلق كزينة رمضان في مدخل البيت او في الشارع. هسيبها لما تنشف خالص. وقبل ما اركب القبة جبت شريطين ودخلتهم في بعض لان انا اعمل شريطة تكون سميكة شوية عشان اثبتها تحت القبة. انا حسيت ان هي في فراغ كده فعملت الشريطة السميكة دي عشان اثبتها كده تحت القبة تدي شكل حلو. وده كده شكلها بعد ما خلصت. عشان اعمل الحلقة او الحامل بتاع الفانوس عملت دايرة وبعدين انا مكنتش عايزاها دايرة قوي يعني. انا زي ما حضراتكم شايفين كده تنيت قصيتها من تحت وبعدين جبت شريطة ولفتها عليها عشان الحامل احس ان هو من حديد مش من ورق الشيبسي. جبت شريطة وبدأت الف عليه زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا بثبت بالشمع. شايفين بقت عاملة ازاي لما خلصت اكنها حديدة مش ورق شيبس خالص. ممكن اركب شمعة هنا وافتح لها فتحة بس ده طبعا كان من الاول خالص. انا فضلت استخدم فرع نور. يا رب يكون الفكرة دي عجبتكم. الفكرة التانية هي قريبة جدا من قلبي لانها كفانوس فكرة جديدة ومحدش نفذها خالص. وغير كده انها سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص كالعادة. بجيب كرتونة وبقصها ل5 مربعات بالمقاسات اللي قدام حضراتكم. لو الكرتونة ضعيفة كل مربع بقص منه 2 وبثبتهم في بعض. لو الكرتونة قوية خلاص مش لازم اعمل الخطوة دي. بعد كده ببدأ اثبت المربعات كلها فوق بعض. ببدأ بأكبر واحدة وبعد كده فالأصغر فالأصغر فالأصغر. آخر واحدة بغلفها بورق الشيبسي. الفكرة التانية بستخدم برضو فيها عصيان الشيبسي بس بقصها بالمقاسات اللي قدام حضراتكم دي. وبثبتهم في بعض بحيث انها تاخد شكل هرمي. وبثبتهم بالشمع. اهم حاجة الشمع كله يبقى من جوه ما خلي الشمع خالص يظهر من بره. عملت كذا واحدة وبثبتهم زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة في الفيديو ده ان الشمع بيكون من جوه مش من بره خالص عشان ما يبوظش شكل الفانوس.
يعني حطي الشمع من جوه زي ما انتي عايزة، لكن من بره يعني خدي بالك جدا ان الشمع ما يظهرش من بره. جبت كرتونة وبدأت ارسم عليها مربع اضلاعه 10 سنتي عشان اعمل شكل الفانوس من فوق. المرة دي مش هعمل قبة، انا هعمل مكعب. عشان اعمل مكعب طلعت من كل ضلع من اضلاع المربع طلعت سنتي، وبعدين هبتدي اوصل السنتي اللي طلعت بيه بالمربع زي ما حضراتكم شايفين. هقص المربع من 3 اتجاهات، والاتجاه الرابع هسيبه مفتوح عشان انا قلت لكم من شويه ان هعمل مكعب. فانا الجزء المفتوح انا ده هخليه الغطا بتاع المكعب، عشان طبعا لازم هقفله. السنتي هبتدي اتنيه زي ما حضراتكم شايفين كده عشان ادي بقى شكل النهائي للمكعب. الزيادة كلها هشيلها بالمقص. هغلفه طبعا بكيس الشيبسي، بس قبل ما اغلفه لازم اقفل الجزء ده بالشمع كويس جدا. بصوا بقى الجزء ده انا غلطت ان انا حطيت الشمع في الجزء ده لانه هنا هيكرمش معايا. المفروض لما احط الكيس الشيبسي اثبته بالشمع من الجناب وبس، لكن من فوق ومن تحت فده الغلط اللي انا غلطته يعني. فانا بقول لكم عشان ايه تبقوا عارفين. المفروض مرحلة الشمع تبدأ من هنا، بحطها من الجناب ومن جوه، ما بحطش الشمع من بره خالص عشان ما يكلكعش ويدي شكل مش حلو من بره. عملت واحد تاني اضلاعه 7 سم. شايفين الفرق بقى؟ هنا مفيش كرمشة خالص، خلت الشمع زي ما قلت لكم من الجناب بس ومن جوه. دلوقتي هبتدي اعمل عصيان شيبسي، بس حجمها اكبر شوية، فاستخدمت قلم رصاص، ما استخدمتش هنا العصاية الشيش. وطبعا زي ما انتوا عارفين بثبته بالحرارة. العصيان دي عملتها عشان اعملها شرايط ازين بيها المكعب من الجناب عشان لو موجود تفوهات، وكمان هتدي شكل افضل.
عملت كمان عصيان استخدمت فيها القلم الرصاص عشان ازين القاعدة من تحت. عملت كمان شريطة عشان اثبتها في المكان ده. المربعة دي طول ضلعها 6 سنتي، نفس حجم المربع اللي استخدمتها في القاعدة تحت. عملتها ليه؟ عشان احدد بيها الفتحات اللي هيخش الفانوس فيها. بس قبل ما ادخلها في الفانوس هبتدي الاول احط المكعبة الصغيرة هثبتها من فوق، وبعدين هبتدي ادخلها بقى كده زي عاشق ومعشوق. وعشان اتاكد انها مش هتطلع بثبتها برضو بالشمع. عشان اعمل حمل الفانوس جبت علبة كريم صغيرة وبدأت ألف عليه شرايط اللي أنا عملها من الشيبسي، بدأت ألفها بالشكل ده وثبتها طبعا بالشمع عشان تديني متانة. بدأت ألف بقى عليها كده كلها بالشريطة، ألفها كده حواليها كلها زي ما حضراتكم شايفين. بدأت كمان أقص شرايط صغيرة وأثبتها على الجزء ده عشان لو موجود أي دفوه أداري. ده كده الفانوس بعد ما خلص. بجد أنا من الحاجات اللي أنا عملتها اللي أعتز بيها قوي، اللي يشوفه ما يقولش عليه خالص إنه من ورق شيبسي. بجد متين وشكله كمان في الطبيعة حلو جدا. ممكن بقى تحطي شمعة بالشكل ده أو تحطي فرع نور زي ما أنا حطيت كده. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشوفوا الفيديو اللي بعديه. الفيديو بقى التالت والأخير، وده بجد الفانوس الترنت اللي بجد مكسر الدنيا. آم، سهل وبسيط ومش هستخدم فيه غير الشيبسي وبس. هبتدي أعمل عصيان شيبسي وهبتدي أعمل زوايا طبعا باستخدام حرارة الشمعة. هبتدي أعمل مربع بقيس بالمسطرة، طوله طول أضلاعه 10 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعمل طبعا كل زاوية بسلط عليها الحرارة، بسلط بس الحرارة مبخليش خالص النار تيجي على عصيان الشيبسي. الجزء ده لقيته أقل من 10 سنتي، فبدأت أزود آه، جزء من العصاية كده حتة صغيرة عشان ايه أكمل الضلع ده.
عملت كمان مربع تاني نفس المقاس 10 سنتي. بدأت بقى اجيب كل عصايتين واثبتهم في بعض عشان انا عايزة طول معين، وثبتهم في زوايا المربع زي ما حضراتكم شايفين كده. هثبت كمان المربع التاني في الفانوس من فوق، عندي طول 20 سنتي، وطبعا بثبته بالشمع. عشان اعمل شكل الفانوس من فوق هبتدي اضغط بصباعي كده على العصاية من هنا كده، وبعدين اضمهم على بعض واثبتهم بالشمع، واستنى لما ينشف كويس جدا وبعدين اقص الزيادة. عشان اعمل قبة الفانوس من فوق عملت دايرة مقفولة، لفتها زي ما حضراتكم شايفين كده بعصيان الشيبسي او شرايط الشيبسي. عملتها معاكم قبل كده، بس طبعا دي هعملها بحجم اصغر. هثبتها من النص بالشمع عشان ما تتفكش، ونهاية الشريطة برضو هثبتها بالشمع. وبعدين بقى هبتدي اطلع شوية بشوية عشان اعمل قبة الفانوس، وكل ما اطلع شوية بحط طبعا الشمع من جوه عشان ما تتفكش معايا. بثبتها في الجزء ده. جبت كمان عصيان الشيبسي وبدأت اثبتهم على الفانوس زي حرف اكس كده. ده كده الفانوس بعد ما خلص، سهل وبسيط ما بياخدش اي وقت خالص. عملت 3 فوانيس باحجام مختلفة. الفانوس الاولاني القاعدة 10 سنتي والطول 20،
وكل فانوس اقل من التاني ب2 سنتي. الفانوس ده القاعدة 8 سنتي والطول 16، والفانوس الصغير القاعدة 6 والطول 16. ممكن تحطيه زينة زي ما هو كده، ممكن تحطي له إضاءة زي ما أنا عاملة كده. بجد التصوير مش باين شكله خالص، هو في الطبيعة حلو جدا. هو عايز تصوير من زاوية معينة، أنا معرفتش بصراحة أجيبها، بس في الطبيعة شكله بصراحة تحفة يعني. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ما يكونش طويل عليكم، ويكون مفيد ليكم. وإذا عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.